قلت لكم أمس أراهن بأن هذا أفضل كأس عالم على مر التاريخ ببساطة، لأنه الفجوة ما بين المنتخبات القوية والمنتخبات اللي كانت تعتبر ضعيفة قلت. ما في 11 ضد 11 يا حبيبي، هنا تاكل خشب. منتخبات قاعدة تنزل الملعب تعرف ايش تبغى. اللاعب أنا وصلت لكأس العالم والله لا أكل العشب، ألعب بكل ما أوتيت من قوة، ما حتربش. سووا مقابلة مع لعيبة المنتخب السعودي اللي لعبوا 94 واللي لعبوا 98 واللي لعبوا 2002. كانوا يقولوا مثلا 2002 مباراة ألمانيا، كانوا يقولوا في الممر اللي ندخل فيه على الملعب كنا نحس بهيبة المنتخب الألماني، نطالع في جزمهم وشراريبهم واللبس واللاعب ضخم كبير، تحس بفجعة. تنزل الملعب وانت عندك الركب. الكلام هذا ما في مدرب جيد وعنده تكتيك وفي لعيبة عندهم روح عندهم إمكانيات. لما نقول إمكانيات حطوا تحت 20,000 خط. ما هو إيش الفرق بين لاعب ولاعب يلعبوا في نفس الخانة؟ إمكانيات. ليش يتم اختيار اللاعب في المنتخب على أساس أنه يتميز عن زملائه اللي بيلعبوا معاه في الفريق أو في أي فريق في نفس الدولة اللي قاعد يلعب فيها، هو أفضل واحد فاختاروه. لكن تيجي للمنتخب السعودي حتلقوا في جميع الخطوط في مشاكل. واحدة من أكبر مشاكل المنتخب في الدفاع ما في قائد، مو كابتنية، لا قائد يقود الدفاع، لاعب راسي واقف زي حجازي في الاتحاد، زي جانج في الهلال، لاعب ينزل كورة يستلم صحيح، يبني هجمة، عنده بنية جسدية جيدة، ما ينبرش ببلاها، عنده مخ يعرف كيف ياخذ الكورة. ما في قولة الحارس نص الفريق، لأنه الحارس هو اللي يعطيك الأمان والاطمئنان. أنا ألعب ما علي في فلان آدمي في الحراسة. على أيام الدعية في مباراة الهلال والاتحاد اللي الدعية قعد للاتحادية، هذيك المباراة الدعية يحكي يتكلم عنها، يقول أنا كنت أقول للفريق ما لكم صلاح، أهم شيء تسجلوا ورا، لا تشيلوا هم، أنا موجود. يا أخي رب بيت إبليس. حراسة المنتخب محمد العويس واحد من أفضل حراس المملكة، لكن محمد العويس عنده مشاكل. ما هو من الحراس اللي يطلع يستلم، ما هو من الحراس اللي يبني هجمة، ما هو من الحراس اللي يلعب بالرجلين، رجله نظيفة. على مستوى أوروبا في حراس تصنع أهداف، تلقى صانع الهدف الحارس بمرتدة لأنه رجله نظيفة ويعرف يسلم اللاعب. هو مجتهد وأفضليته في ردة فعله، لأن ردة فعله سريعة أفضل حتى من المعيوف. تيجي للوسط، الوسط يعني هو أفضل خط في المنتخب، مع ذلك برضه في مشاكل. يعني الأجنحة، عندك محاور الأرض لكن ما عندك أجنحة. يعني لما يصاب سالم أو يكون مو في مستوى عندك مشكلة، لأنه سالم مفتاح لعب. ما في واحد بنفس الإمكانيات اللي هي المهارة، السرعة، الحساسية، الرجل على الباب، اللي هو لو في مشكلة عندنا المهاجم ما قادر يسجل، المفروض لاعب الوسط يغطي هذه المشكلة، قادر يسجل ويغير لك المباراة. ما في. أنا أتكلم عن كإمكانيات، مو إنهم ما هم راضين يعطوا، لكن هذا اللي عندهم، ما عنده أكثر من كذا. هجوم من زمان ما في المنتخب، ما عاد فيه هجوم. واحد من الحلول خذوا هارون كمارة. صحيح هارون كمارة عاد انتم عارفين عشان ما نغلط على آدمي، له مشاكل اللي كلنا نعرفها، لكن على الأقل سريع. حيضيع 10 فرص بس ممكن واحدة بدعوة والدين تركب. يا أخي على الأقل يلخبط لك الدفاع، قادر ينفلت. أنا أشوف الكوريين واليابانيين أقسم بالله مرتداتهم سم، مو لشيء، لمهارة، لسرعة. إذا أخذ الكورة بينه وبين مدافع والله يأخذها. فأنت ما عندك لعيبة سريعين. يويك في المنتخب ما في أحد يشوت، ما عندك أحد رجله نظيفة يشوت من خارج 18، ما عندك أحد يشوت فاول، اللي هو لو جات فاول على قوس 18 تقول هدف، ما في. فمشاكل المنتخب كثير، لكن أنا بتكلم هذا الكلام للناس اللي كانوا رافعين سقف الطموحات والآمال وحنسوي خلوكم منطقيين. الروح ما هي كل شيء. احنا من 2018 ترى والله مو فايدنا الا مدربين اللي جو. والله ما انسى مارفك في مباراة استراليا افضل من المنتخب السعودي جسديا وفورمه ولعيبه يلعبوا في اوروبا، الا انه قدر يطلع بهذه المباراة بمستوى وتعادل. ليه؟ لانه لعب بتكتيك، عارف امكانيات استراليا، مثلثات ومربعات، ما في لاعب يحتفظ بكوره لانه جسديا هم افضل. والله ضيعوهم المنتخب. اخذ الكوره العب يمين ولا يسار 100% في لاعب، احنا متفقين في التمرين. تيجي لهيرفي نفس الشيء، قاعد يلعب حسب امكانيات المنتخب السعودي ولعيبه. فنحن ما نقصوا على اللعيبه ونشد وانه كيف ويا الله وحزن، لا. تعال شوف المنتخبات الباقيين ايش عندهم اسلحه، عندهم لعيبه قادرين ياخذوا المباراه ويخلصوها.
الآن الشغل على هيئة الرياضة ووزارة الرياضة أنها تشوف حلول في أنها تطور من اللاعب السعودي، تطلعه برا ابتعاث ولا ما أدري، لازم حلول حتى تقدر أنت تواكب مع المنتخبات الأخرى. مدرب مو كل شيء ولا الروح كل شيء.